تصدموش البنات، عرفتوش ما تصدموش. لان ممكن يكون السبب ديال الطلاق كيكون اما مادي او دخلت شي وحده ما يمكنش اما مادي، لان اليوتيوب تينوض صداع الا كان واحد جوج تيضاربوا على المداخل ديال الفيديوهات، او كتدخل شي وحده. هذه ما يحيداش لكم الطبيب. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. بغيت نقول لكم سنه سعيده، وان شاء الله تدخل عليكم بالخير والافراح ان شاء الله. وانما دائما تنقولوا بان التغيير كيبدا من الداخل. المهم هذا واحد الموضوع اللي غادي نهضروا عليه من بعد. قبل بغيت شي نتصدر منكم على الفيديوهات اللي قبل. الصراحه كنت مدخله الفلتر لانني كنت عيانه، وصراحه كان واحد الصوت اللي فعلا مزعج. كنعتذر لكم على هذوك الفيديوهات. وفي نفس الوقت باغا نهضر على اصحاب التعاليق اللي غادي نهضر اللي خلاو ليا في الفيديو ديال الانتصار اللي اصلا هو الفيديو ديال اليوم. تعاليق اللي صراحه نقول لكم من هنا، انا راه ما كيأثرش فيا حتى شي حاجه، راه تعليق اللي كنقراه وكنساه في البلاصه. غير هي واحد الحاجه اللي بغيت نقولها لك، راه ان دل على شيء هذاك التعليق فانه يدل على مستواك الاخلاقي، ويدل على وعيك، ويدل على المثل اللي كيقولوا تكلم أقول لك من أنت. وإن دل على شيء، واحد المعلومة أخرى هي، فإنه يدل على أنك ما قريتيش أو ما سمعتيش الفيديو تماما. لأنه أنا أبدا يعني أنا القناة ديالي هي ممنوع أن بدون إحراج. يعني لو أنني أنا نهضر مثلا على شي قناة واحدة أخرى، أو نهضر مثلا، فأنا كنهضر من واحد الناحية اللي كنظن انت محال واش غادي تفهميها، ما كنظنش انك غادي تفهميها. فابدا انا ماشي من اخلاقي ولا من تربيتي ولا من عادتي انني انا نضرب ونسب في انسان اللي عاطي واحد الصوره زوينه على المراه المغربيه في واحد البلاد الغربه، وانسان بوحدو ومغريات كثيره. فما عندي حتى شي علاقه انني ما عندي حتى شي ربح انني نبدا نعاير ونسب فيها، والسيده ما دايره حتى شي حاجه. هذه من جهه. من جهه اخرى ماشي من عادتي ايضا انني نبحث في اسرار الناس، اللي هو هذا كيتعتبر تطفل، وكيتعتبر كتاكل لحم اخيك وهو حي. هو حي، فهمتوني؟ يعني الانسان اللي كيقلب على الاسرار ديال الناس كيف ما كيديروا صحاب القنوات وكيجيو كيحطوهم، فانا ضد هذه الفكره تماما. الفيديو كامل كان كيهضر على واحد القضيه ديال الانسان ممنوع وحشومه وحرام انك تحط اسرار ديال الناس في السوشيال ميديا طالما هو ما عطيكش الاذن. وهضرت كذلك على ان الاسرار بين الزوج والزوجه راه حد ما تعرفهم. يعني الفيديو كان غادي في واحد النمط بعيد على داكشي اللي انتي جيتي كتبتيه، فما تبقاوش تحكموا على الكتاب من الغلاف ديالو. مادام دخلتي الفيديو كلفتي راسك تكتبي داك التعليق، كلفي راسك تصنتي واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق من الفيديو غادي تفهمي كل شيء. ولكن سبحان الله. المهم هذا موضوع ما غاديش نهضر عليه. فاللي بغيت نقول لكم هذوك التعليق راه ما كيأثروش فيا. غير واحد القضيه اللي ضراتني صراحه وما عجبتنيش، ديال ان نزيهه شانيل خرجت بفيديو، ماشي فيديو، كان دارت لايف. راه غنخليه لكم في بدايه ديال هذا الفيديو هذا. وهضرات صراحه ما عجبتنيش نهضر نهائيا، طالما ان هي في الغربه فعانات من هذا المشكل هذا. يعني عانات من الطلاق مع الزوج ديالها الاول، وكانوا عندها مشاكل. هي ما كانش عندها يوتيوب، فكانت مشاكلها منحصره على فقط الجهات اللي دايرين بها عائلتها ووليداتها فقط. يعني هذوك من الناس اللي كانوا عارفين. يعني ما كانش السوشيال ميديا باش القضيه غادي دير بوم. ما عجبتنيش نهائيا انها تحل لايف وتهضر على انتصار وابراهيم، حتقول ان كاين 2 احتمالات. اما انها كاينه شي وحده دخلت في حياتهم هي اللي فرقت، يعني اما كاينه خيانه، اما كاين موضوع ديال الفلوس. هاد التحليل تماما ما بغيتوش يكون نهائيا. كان ممكن انها تلا دارت اللايف انها تحاول ما تخليش الناس، ما طالما ان هي عندها متابعين، تخلي الناس ما يدخلوش في اسرار وحدين اخرين، طالما هي ما عندهاش شي حقائق ثابته، غير هي افتراضات. كيف ما كانت القناه ديال واحد القناه وحده اخرى هي كانت هضرت عليهم. ناس عايشين في كندا كيعيطوا ليها، راه احنا شفناها مع انتصار، شفنا انتصار مع ابراهيم، وهذا الشيء غير بز، وهذا الشيء.
ولكن اللي ما كتعرفوش هو ان واحد الفيديو كان داروا ابراهيم فاش كان جا مع الام ديالو هنا المغرب، وكانت واحد الكلمه قالتها الام ديالو كتاكد على صحه هذا الموضوع، صحه بانهم فعلا عندهم واحد المشاكل بيناتهم، اسباب الله اعلم. حنا ما عندناش الحق ان نبحثوا، حنا راه ماشي المحققين ولا المحقق كونان ولا الاف بي اي باش غنبحثوا، ما عندنا حتى شي دخل، فهمتي؟ هما الناس بقاو كيسولوا علاش ما بقاش كيبان معاك، فهي جاوبتهم ها السبب علاش، لان طالما ما غاديش يبقى يبان معاها، طالما يعني كاينين واحد اسباب اخرى، فهمتي؟ علاش انها قالت باننا حنا غادي نفاصلوا هذه وهذه، يعني حطت الامور كامله، لكن ما هضرتش على الاسرار. هذه النقطه. بالنسبه للكلمه اللي قلتها لكم انا غادي نخليها لكم هنايا، هو انه فاش كان كيهضر مع الام ديالو كان كيقول لها راه زعما كيقول راه حنا دابا فهاد السيتوياسيون اللي حنا فيها وفهاد المشاكل اللي حنا فيها وفهاد الشيء، جيت كنبغي نكون قريب من الام. شنو قالت لي؟ كتقول لي الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. يعني شنو هي هاد الكلمه؟ يعني اكيد ان بيناتهم مشاكل، اكيد ان بيناتهم يعني ماشي موضوع بوز نهائيا، يعني القضيه فيها بصح مشاكل. اشنو كاين الله اعلم، ما عندناش الحق نهائيا نبحثوا شنو كاين. الا كان عندنا حنايا شي دخل خاصنا ندخلوا، هي اننا نطلبوهم بالدعاء، نطلبوا لهم الدعاء ونقولوا يا ربي يجمع بيناتهم، يا ربي تالف بين قلوبهم، يا ربي تبعد عليهم الاصدقاء السوء، يا ربي. لان بين الرجل والمراه انا دائما عندي واحد القناعه في راسي، راه حتى شي حد ما يحيدها ليا، بين الرجل والمراه راه حتى حد ما كيعرف اشنو واقع بيناتهم. حيدي ليا تقولي لي كاينه شي وحده، ما كاينه شي وحده، ما غاديش شي وحده بين ليله وضحاها. اللي عينو زايغه راه عينو زايغه من الاول، واللي سقرام راه سقرام من الاول. كاين شي حوايج اللي كيكونوا باينين من الاول، كيف ما قلت لكم كتكون تركيبه خاطئه من الاول، كيكون اما واحد ساكت وصابر، الاخر ساكته وصابره، ولكن كيجي واحد النهار اللي كتكون شي حاجه بسيطه بحال ديك النقطه اللي كيف ما كنقولوا النقطه اللي كتفيض الكاس، ولكن ماشي دليل على ان هذاك هو السبب. يقدر يكون هذاك سبب من بين الاسباب، لان كتكون تراكمات كثيره. حنا ما عندناش الحق نبحثوا في هذا الشيء كامل. اللي مازال كيقول لك تصدمنا، ومازال تيقول لك لا والله الا كانوا كيمثلوا لنا الحياه المثاليه. شوف، راه الحياه ديال الازواج سيرتو هما نهضروا عليهم هما، طالما ان الموضوع عليهم هما، راه تقدر تكون هذيك الحياه ديالتهم راه ربما كيبارطاجيو لكم واحد 50% او واحد 20%، تنقولوا حتى 30%، يعني باش ما نكونوش حياديين من الحياه اليوميه ديالهم. راه النهار فيه 24 ساعه، راه واش نتوما عارفين داك النهار شنو كيدوز فيه؟ راه كدوز فيه بزاف ديال الحوايج كياخذوا بحال ديك السهره اللي كدوزو في النهايه تيديروا لك البيست اوف، كياخذوا لك البيست اوف من كل حاجه. النهار كله كياخذ لك البيست اوف ديالو، كيصور لك واحد ثلث ساعه ولا واحد نص ساعه، فانتوما كتحكموا على ديك ثلث ساعه ولا نص ساعه لانها حياه ديال هذاك الشخص عايشه. راه ما يمكنش. نتوما كتحاولوا تكذبوا على راسكم. نتوما فيقوا وهاد الحياه ديال السوشيال ميديا راه صراحه فاش دخلات تبدلوا بزاف د الحوايج. بالنسبه للمولات الماسك اللي هضرت صراحه هي ما عجبتنيش نهائيا الفيديو اللي حطات بان تبدل، وبان البنادم فاش كيدخل عليه الفلوس. هادشي راه كاين في الحياه العامه، راه ماشي غير في اليوتيوبرز، راه عادي. راه كتلقاي واحد اللي كان ولد دار والله عمره دار كيبان لك سكوتي نهار اللي كيدير الفلوس. كما قلت لكم نهار اللي كيدير الفلوس راه اول حاجه بعدا كيفكر انه يبدلها او انه يغيرها هي المراه ديالو. علاش؟ لان كتلقاه عاش الحرمان، يعني ما عندوش قناعات، ما عندوش مبادئ، ما ممدوش المراهقه، ما ممدوش الشباب، فكيبدا مسكين يلا كيتحلوا ليه عينيه. فهاد الشيء ما جانيش انا منطابق على واحد الكوبل هذا، سيرتو هذا الكوبل هذا. علاش؟ لانهم هما بجوج يعني مادام هما قايلين بانهم تعرفوا عن طريق انهم ساكنين في درب واحد، يعني راه كاين واحد نسبه الاعجاب، كاين احنا بلا ما ندخلوا في التفاصيل، يعني هذه المساله بعيده ما كنظنش. وزيدون ولو تكون كاع بحال هاد الافتراضات من الاحسن الانسان يبعد منهم، لان ما كاينلاش واحد الانسان عايش في غربه وعايش في مشاكل وعايش نزيدو حتى بالطاقه السلبيه نصيفطوها ليه باغ الانترنت، راه صراحه ما جاتش. وحتى بالنسبه للنزيهه شانيل هضرت على الشباب، قالت لك لا انا والله ما نتزوج مغربي، وانا اختي اسمحي لي واحد القضيه نقولها لكم. راه المغرب راه فيه 34
نقولوا 37 مليون نسمه، 37 مليون نسمه، منهم دراري صغار، منهم عيالات، منهم اطفال، منهم رجال. واش انت غادي تحكمي على الرجال والشباب ديال المغرب كامل على واحد 3 ولا 4 5 عرفتيهم في حياتك او كاينين في عائلتك او طلقاتك او جبراتك بهم الظروف؟ راه كتلقاي جوج خوت، واحد مزيان وواحد خايب، عاد انت كتحكمي على الشباب ديال المغرب كامل؟ ما يمكنش. راه طالما ان الانسان كيقول انا مزيان وانا قلبي ابيض وانا، راه كاين واحد اخر هو كيقول على راسو انا مزيان وانا. ولكن شكون اللي كيتبس هادشي؟ هي الظروف، هي المشاكل اللي كتحط فيها الانسان، هي الصعوبات، هي وقت الشدائد، هي وقت الازمات، هو اللي كيتبس هادشي. فاحنا ماشي غادي نقولوا نحكموا على واحد المره دز في واحد المرحله لقيت واحد ماشي مزيان او واحد جوج عائلتنا ما مزيانيش، مثلا شي وحدين في عائلتنا ما مزيانيش، فاحنا غادي نحكموا على الشباب المغربي كامل. هذه نقطة خايبة بزاف، وهذه فيها عنصرية، لأن بغيتي ولا كرهتي هذه النقطة فيها عنصرية. فاحنا تنعانيو من العنصرية الداخلية بعدا قبل ما نشوفوا الناس العنصرية اللي على برا اللي كاينة في برا. فهذوك على الأقل راه حنا داخلين عليهم. أما حنايا اللي عها بعضياتنا مسلمين وعرب بعضياتنا وعندنا العنصرية. كاينين شباب الله يعمرها دار، كيف ما كاينين شباب اخزيت، وكيبقى كل واحد وربي باش من لاقاه، وكل واحد علاش كيقلب عاوتاني. راه اللي قلب على شي حاجه كيلقاها صافي. وكاين عاوتاني المكاتب، فالانسان يتفائل خير ويطلب الخير. وكيف ما تنقولوا الانسان ياخد ولد بلادو، على الاقل عارف عاداته تقاليده اسلوبه في الحياه، الديانه ديالو اللي هي كل شيء. يعني اباغ انك انت غتقولي انه اسلام ولا انه هذا، فما نظنش ان زوجك الاول راه كان مسلم، ما نظنش، الله اعلم. ولكن فهاد الشيء كامل ما تبقايش انت راه بطريقه الغير مباشره كتشجعي على ان الانسان، على ان البنات يتزوجوا بغير المغاربه. فهذه نقطه بين قوسين اللي نهائيا ما خصكش تقوليها انت كيوتيوبرز. كانت خصك تهضري بواحد الطريقه اللي تكون شويه عقلانيه، لانك عندك متابعين، عندك مراهقات، عندك شي وحدين يلا كيفكروا الزواج باغيين يمشيو تما. كاين بزاف. هذه اباغ على انك هضرتي من واحد الناحيه ميساج غير مباشر للانتصار. حاولي ترجعي التفكير ديالك، حاولي تعرفي راسك اشنو كتقولي. بالموضوع بالنسبه للموضوع ديال الانتصار، كيف ما قلت لكم دائما ونعاود نقولها، انا ضد البحث في اسرار الناس وتعرض على السوشيال ميديا طالما ان الانسان ما عطيكش لو فو فيغ. فصراحه الكوبل ديال انتصار وابراهيم صراحه كوبل زوين وجايين مع بعضياتهم. كاين اسباب كثيره كيف ما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي كيهضروا على العين، كيهضروا على المشاكل، كيهضروا على خيانه، كيهضروا على فلوس، كيهضروا على طمع، كيهضروا على بزاف د الحوايج. فهاد الشيء راه ما كيجيش بين ليله وضحاها. هاد الشيء راه كاين تراكمات، ما تبقاوش عافاكم تبحثوا في اسرار الناس وتهضروا فيهم. راه صعيب. واش تبغي شي حد يدخل عندك الباب دارك بلا ما تحليه الباب؟ راه بحال هكا. راه مني كتمشي كتبحث في اسرار الناس وكتجي راه كتقتحم واحد المسائل اللي ماشي من حقك. فكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفيديو وفهمتوا اشنو باغا نوصل منه، بلا ما شي وحده تجي تبقى تكتب لي واحد جوج تخربيقات راه ما كنشوفهمش كاع نهائيا. نقدر نمسحو على حسب ديك الوقيته فاش جيتيني، راشقه ليا ما راشقاش ليا. المهم كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم لهذا الفيديو هذا. ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج كذلك، وشكرا لكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.